السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. في الفيديو ده هنتعرف سوا على ازاي نعمل شير لفولدر بطريقة بسيطة وسهلة جدا، مش محتاجة مني خبرة ولا معرفة بالاي تي، بمعنى ان ممكن اي حد يقوم بيها. فلو انت عندك نتورك صغيرة في البيت، في مكتب، عيادة او فصل دراسي، وعايز تعمل شير لفولدر وتدي كل الناس اللي هيعملوا اكسس او هيقدروا يوصلوا للفولدر دوت من خلال النتورك، عايز تديهم نفس المستوى من البرميشنز او صلاحيات العمل او التعامل مع الملفات اللي موجوده داخل الفولدر، فالفيديو ده مناسب جدا ليك. تعالوا نشوف مع بعض بخطوات بسيطه وسهله جدا ازاي نقدر نعمل الكلام ده. انا دلوقتي مثلا عندي جهاز كمبيوتر، وجهاز الكمبيوتر دوت عليه فولدر، والفولدر ده فيه ملفات مهمه وانا عايز اعمل لها شير، بحيث سواء مثلا انا اقدر اوصل لها من جهاز تاني او زمايلي اللي موجودين معايا في العمل يقدروا يوصلوا للفولدر. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ان الفيديو ده مناسب جدا في حالة ان انت عايز تسمح لكل الناس اللي معاك في النتورك ان هم يقدروا يوصلوا للفولدر ده، وكمان يبقى ليهم نفس المستوى من الصلاحيات في التعامل مع الفايل، سواء مثلا يقروا الملفات او ياخدوا كوبي منها او كذا. تمام. لكن لو انت عايز تتحكم في الصلاحيات، بحيث ان انت مثلا حد ياخد صلاحيات مثلا ان هو يعمل كوبي بس او يقرا بس، او حد تاني مثلا يقدر يعدل او هكذا، فالموضوع دوت ليه فيديو تاني هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل هذا الفيديو. فيلا بينا نشوف مع بعض ازاي نعمل الكلام ده. انا دلوقتي عشان اعمل شير للفولدر، طالما انا في نتورك بقف عند الفولدر، بعمل رايت كليك، هلاقي في امر اسمه give access to. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ان انا بروح عند properties، هلاقي فوق في كذا تاب، من ضمن التابس في تاب اسمه شيرنج، مشاركه، فهضغط على التاب اللي اسمه شيرنج. احنا عندنا في نوعين من الشيرنج، في حاجه اسمها simple sharing او اللي هو المشاركه بطريقه بسيطه وسهله، واللي انا هشرحه في الفيديو ده، وفي طريقه الادفانس دي اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي فكره التحكم في الصلاحيات، فدي هيبقى ليها فيديو مستقل ان شاء الله. فانا دلوقتي بشتغل على الطريقه البسيطه والسهله، فهضغط على امر شير. هنا بقى بيقول لي حدد اليوزرز او الجروبس اللي انت عايز تديهم صلاحيات. زي ما اتفقنا انا بشرح هنا بناء على سيناريو ان انا عايز اعمل شير لكل الناس اللي معايا، سواء في البيت او في الشغل، ايا كان نوع النشاط بتاع الشغل بتاعي. فهفتح كده واختار everyone، وبعدين هضغط على add. جنب everyone هبص الاقي في حاجه اسمها permission level، مستوى البرميشن او صلاحيات التعامل مع الداتا اللي موجوده داخل الفولدر. هتبص هتلاقوا باي ديفولت مدي permission read. ريد ده معناه ايه؟ معناه يا جماعه ان الناس هتقدر توصل للفولدر، هيفتحوا الفولدر يشوفوا الحاجه اللي جواه، يقدروا يفتحوها. يعني انا لو بصيت لي الفولدر اللي قدامي هبص الاقي الفولدر ده فيه فولدر وفيه ملفات تكست، فاي حد يقدر يوصل للفولدر هيشوف الفايلات ديت، وكمان هيقدر يفتحها وهيشوف الداتا اللي مكتوبه فيها، لكن ما يقدرش يعدل فيها. تمام. لكن لو انا عايز اعلي من الصلاحيه، يعني اسمح للناس ان هم يقدروا يعدلوا في الفايلات ديت، فبختار permission read and write. خدوا بالكم ان read بيسمح برضو لليوزرز ان هم يعملوا ايه، ان هم يعملوا كوبي من الداتا. فانا هسيب البرميشن على read، وبعد كده هضغط على امر شير. الرساله دي مهمه جدا. دلوقتي المفروض ان الفولدر ده هيحصل له شير. طيب في الناحيه الثانيه بقى، الناس اللي هم المفروض عايزين ياكسسوا او عايزين يوصلوا للفولدر دوت، عشان يقدروا يشوفوا الجهاز في الاساس اللي هو اساسا عليه شيرد فولدر، ويدخلوا جوه الجهاز ويشوفوا الشيرد فولدر، في فيتشر كده او خاصيه في الويندوز بتسمح بالكلام ده، اسمها النتورك ديسكفري. باي ديفولت النتورك ديسكفري بيبقى تيرن اوف، مجرد ما بعمل شير المفروض يحصل تيرن اون. فهنا بيسالني بيقول لي انت عايز تعمل تيرن اون للنتورك ديسكفري على مستوى حاجه اسمها البابليك نتورك ولا البرايفت نتورك. عشان سكيورتي اعلى وامان افضل، فالافضل ان انا افعلها على مستوى حاجه اسمها البرايفت نتورك. فهنا في نو ميك ذا نتورك ذات اي ام كونكتد تو ا برايفت نتورك، فهختار الاختيار دوت الافضل يعني من الاختيار ده، فهختاره. فهنا انا فعلت النتورك ديسكفري، وكمان خليت النتورك من نوع حاجه اسمها البرايفت نتورك. فهنا بيقول لي خلاص your folder is shared، وده المسار بتاعه اللي انا عايز اوصله. تمام. فهضغط على done وبعدين close. كده انا عملت شير للايه، انا كده عملت شير للفولدر ده. تعالوا بقى نروح على جهاز تاني ونشوف ازاي اقدر اوصل للشيرد فولدر. دلوقتي انا رحت على جهاز تاني في النتورك، وعايز اشوف ازاي اقدر اوصل للشيرد فولدر دوت. في كذا طريقه، واحده من الطرق ان انا باجي في اي مكان فاضي على الديسكتوب، بضغط رايت كليك وبعدين بيرسونالايز. على الشمال هختار ثيمز، على اليمين هختار ديسكتوب ايكون سيتنجز، وهعمل تشيك جنب علامه النتورك عشان تظهر على
الديسكتوب. تمام. او لو انت مش عايز اللفه الطويله دي، لو انت فتحت الفايل اكسبلورر هتلاقي على الشمال زي ما في this PC اللي هو بقدر من خلاله اشوف البارتيشنز الخاصه بالجهاز بتاعي، في كمان تحت this PC في الايكون الخاصه بالنتورك، فهضغط عليها. فهنا بقى بيبدا يعمل ديسكفر، بس قبل ما هيعمل ديسكفر هو هينبهني ان اساسا خاصيه النتورك ديسكفري اللي موجوده على جهازي هي تيرند اوف، فبيقول لي لازم تعملها تيرن اون عشان تقدر توصل لباقي الاجهزه. فلما هضغط على اوكي هيظهر شريط اصفر فوق كده، لو ضغطت عليه كليك هيظهر لي امر اسمه تيرن اون، فهضغط عليه. فانا هنا عملت تيرن اون للنتورك ديسكفري، فخلاص كده برضو هضغط على نو. فهنا دلوقتي انا فعلت النتورك ديسكفري على مستوى الجهاز ده والجهاز التاني. طبعا كل جهاز في النتورك المفترض ان انا افعل فيه خاصيه النتورك ديسكفري. زي ما انتم شايفين الخاصيه طالما اتفعلت على بي سي 1 وبي سي 2 فهتلاحظوا ان الاجهزه ظاهره معايا فين؟ ظاهره معايا في الويندو دي. طبعا انا دلوقتي متواجد على بي سي 2، عايز اوصل او عايز ادخل على بي سي 1 عشان اشوف الشيرد فولدر واعمل كوبي مثلا للملفات اللي جواه. فهروح عند بي سي 1 هضغط عليه دبل كليك، فهيطلع لي ويندو صغيره كده او ديالوج بيقول لي انتر نتورك كريدنشال، فبيطلب مني يوزر نيم وباسورد. ممكن توقف الخاصيه ديت وتسمح للناس ان هم يقدروا يدخلوا من غير يوزر نيم وباسورد. عشان اعمل الكلام ده هرجع للجهاز اللي عليه شيرد فولدر اللي هو بي سي 1. انا دلوقتي عند بي سي 1 هروح عند الستارت، طبعا بي سي 1 اللي هو اللي فيه شيرد فولدر، وهضغط على سيتنجز، علامه السيتنجز، ومن السيتنجز هختار نتورك اند انترنت. تحت في حاجه اسمها نتورك اند شيرنج سنتر، على الشمال تشينج ادفانسد شيرنج سيتنجز. انا دلوقتي شغال بالبرايفت، هتبص هتلاقوا تيرن اون نتورك ديسكفري، هتلاقوا في حاجه اسمها تيرن اون فايل اند برينتر شيرنج. تحت بقى في حاجه اسمها اول نتوركس، لو انا نزلت لها هبص الاقي تحت كده باسورد بروتكتد شيرنج، فهتلاقوا باي ديفولت مفعل امر كده او اوبشن اسمه تيرن اون باسورد بروتكتد شيرنج. زي ما قلت لكم ان ده باي ديفولت متفعل عشان ده امان اكتر. ممكن اوقف موضوع الباسورد عشان اسهل على الناس الدخول على شيرد فولدر. هضغط على سيف تشينجز وبعدين هروح عند بي سي 2. انا دلوقتي عند بي سي 2، لو من بره كده رحت عند ايكون النتورك ورحت دلوقتي عند بي سي 1، لو ضغطت دبل كليك هيدخلني من غير يوزر نيم وباسورد. انا شفت دلوقتي الشيرد فولدر اللي اسمه داتا، لو جيت فتحته هيفتح معايا، وهشوف الفايلز اقدر افتحها واشوف المحتوى اللي فيها، لكن ما اقدرش اعدل فيها. يعني مثلا دلوقتي لو جيت شلت الكلمه دي تمام وجيت اقول له فايل وسيف، مش هيسيف في الفايل، هيقول لي لا ما ينفعش الكلام ده، احنا ممكن نعمل سيف از يعني نعمل نسخه. ده معناه بمنتهى البساطه ان انت ما تقدرش تعدل في نفس الفايل. تمام. فهنا هقول له دونت سيف. حتى لو جيت في الفولدر عملت رايت كليك وقلت له مثلا انا عايز اعمل فولدر، هبص الاقي بيقول لي انت مالكش بيرميشن ان انت تعمل الكلام ده. فده البيرميشن اللي اسمه ريد. لكن اقدر طبعا اي ملف من الملفات دي او الملفات كلها اقدر مثلا اعمل رايت كليك على الملف واختار كوبي، واجي مثلا عند الديسكتوب عندي واقول له بيست، فهيعمل بيست عادي. فزي ما شايفين ده باختصار بيرميشن ريد. وبكده شفنا مع بعض بخطوات بسيطه وسهله ازاي نقدر نعمل شير بالطريقه السيمبل او البسيطه. تمام. في نهايه الفيديو بفكركم ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتفعيل زرار الجرس عشان توصلكم تنبيهات بكل فيديوهات برفعها خاصه بشروحات مختلفه في مجال الكمبيوتر. نلتقي على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.